السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير؟ صحتكم لاباس؟ اموركم مزيان؟ كلشي لكم هو هذاك. نتمنى تكونوا في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله، وتكونوا كما بغيتو يا ربي الرحمن الرحيم. نينجا ترتل معكم. مرحبا بكم معكم في قناه فوزيه ابو الهدى. نتمنى انكم تكونوا كتستافدوا من الفيديو ديالي اللي كنحط لكم. والله يسهل عليكم ويرزقكم الدنيا الصالحه اللي كتمناو يا ربي. اليوم جيت نهضر معكم في واحد الموضوع. يلا كنت كنهضر مع البنت دابا في الانستغرام، الله يشافيها ويعافيها يا ربي الرحمن الرحيم، على واحد القضيه حتى هي كتوقع بزاف. ولكن هاد المساله اللي دارت معها هي ما كانش خاصها ديرها معها. مشات عند واحد الطبيبه عامه، عطاتها جيستيلي يعني حبوب ديال منع الحمل. هاد البنت هادي، هاد الاخت هادي باقا ما مزوجاش، ولكن كانت كتعطل على الدوره الشهريه بزاف. ملي مشات زعمات ومشات عند طبيبه عامه، لقات بلي عندها تكيس المبيض. فناضت ديك الطبيبه العامه، عطاتها فنيد ديال منع الحمل، مع ان الدريه مزوجاش ما كانش خاصها قاعد تدخل معها في الدوامه هذا. عطاتها فانيد ديال من الحمل جيستيل، شرباتو الدريه بدات كدير لها الدوره، وكان كيحسب لها بلي جيستيل غادي يعالج لها تكيس المبيض. فانيد الحبوب ديال منع الحمل ما كيعالجوش تكيس المبيض. حبوب ديال منع الحمل كينعسو المبيض باش ما يبقاش كل شهر يعطيك بويضه، كينعسوه وفي نفس الوقت كيخليو الامور غاديه عاديه، كيساعدوا على ان الدوره تجيك، يعني بحال كينظموا لك الدوره. ما تينقصوش تكيس المبيض، ما تيعالجوش تكيس المبيض، ما عندهم حتى شي علاقه مع تكيس المبيض من غير هاد جوج الحوايج. انهم كينظموا لك الدوره الشهريه باش كتجيك كل شهر ملي كتكملي هذيك السيته ديال الحبوب من الحمل، وانهم كينعسوا لك المبيض. يعني الناس اللي عندهم تكيس المبيض كيخرج لهم بعض المرات جوج ثلاثه اربعه خمسه البويضات صغيورين، حتى وحده فيهم مصالحه، ولكن غير كيخرجوا كيبقاو محبوسين تما. هو تينعس لك المبيض ديالك باش ما يبقاوش يخرجوا دوك الترينغه ديال البويضات، وتخرج وحده زعما باش بحال كيدير لك دوره شهريه اصطناعيه زعما، ماشي طبيعيه. حيدت من تما، مشات عند طبيبه واحده اخرى، قالت لها لا ما كانش خاصها تعطيك هذه، ما كانش خاصها تعطيك هذه. شنو دارت هاد الطبيبه؟ دارت اكثر من هذيك. ناضت عطاتها خوليفان. خوليفان حنا عارفين ولاش كيصلاح. خوليفان كيتعطى للمتزوجات بزاف اللي باغيين يحملوا باش كيكبر لهم البويضه. هي عطاتو ليها باش زعما تحرك لها المبيض، حيت 6 شهور ولا شحال وهي كتشرب فنيد من الحمل، يعني المبيض ديالها نعس بزاف ما غيخدمش خاصو باش يخدم. عطاتها هذاك البوليفان باش تحفز لها المبيض ديالها على انه يخدم، باش الامور ديالها ترجع للطبيعه ديالها. مزيانه هاد القضيه، ولكن ما خاصهاش تبقى تشربو ديما. خاصها حل تكيس المبيض. الا بغات الدوره الشهريه تجيها وتولي تقاد لها، خاصها حل. انا هضرت معاها بكل صراحه وقلت لها شوفي، لو بغيتي تهني من هاد المسائل حيدي لك هاد الادويه بجوج، ما عندهم ما ديري بهم، ما يصلحوش لك. وانا قلت ندير معكم هذا الفيديو باش كلشي تعمل ليه الفائده. هي جاوبتها في الخاص هضرت معها وعطيتها الوقت ديالتها، ولكن جيت باش ندير معكم هذا الفيديو مفصل باش كلشي يستافد من هاد التجربه هذه. اول حاجه، بغيتي تحيدي تكيس المبيض وانتي ما مزوجاش، عندك واحد لافونتاج كبير حسن من وحده مزوجه. عندك واحد الحاجه سميتها فرصه كبيره انك تعالجي منه اكثر من وحده مزوجه. علاش؟ يعني انتي ما غتكونيش هز الهم ديال اني نقدر نكون حامله هذا الشهر، نقدر ما نكونش حامله هذا الشهر، لا حكا لا شربت هاد الوصفات نقدر نكون حامله، عندك ندير هكا عندك ما ندير هكا. لا، انتي عارفه راسك مزوجاش، يعني ما كاينش حمل الحمد لله. يعني تقدري ديري وصفات طبيعيين اللي تاخديهم ويعاونوك على الشيء الاخر اللي غادي ديري باش ان التكيس المبيض ينقص لك لاقصى درجه، وتولي الدوره الشهريه ديالك تجيك طبيعيه وتجيك عاديه، بلا مشاكل بلا حتى شي حاجه، بلا ادويه. هذا هو لافونتاج الكبير اللي عندك. شنو هي افونتاج بالعربيه؟ عرفتاش؟ المهم راكم فهمتوني ياك؟ لا ما ليناش. يعني مني تجيك الدوره الشهريه بشي حاجه اصطناعيه كما هضرنا في الفيديو اللي قبل، سواء اندوفاستون ولا اوتروجيستا ولا بروجيفا ولا اي حاجه خديتيها، ولا فنيد من الحمل، ولا اي حاجه شي دواء خديتي، ولا اي عشبه خديتيها باش جابت لك الدوره الشهريه. ملي كتجيك الدوره الشهريه شنو كديري؟ كتبداي تاخدي حاجه وحده من هادو، يا اما القسط الهندي، يا اما القطف، يا اما الدغموس. كتبدايه ما كتلقيش على الاقل واحد 40 يوم.
علاش ما غتلقايش؟ حيت انتي ما كتسنايش ان تجيك الوقيته ديال 14 في الشهر في الدوره الشهريه ولا شي حاجه باش تمشي تحملي ولا شي حاجه. لا، انتي ما كتسناي والو، انتي باغا تعالجي، يعني على الاقل واحد 40 يوم متابعه. من بعد عاد سيري ديري كونترول. تاخديه في الصباح على الريق مع كويس ديال الماء، صفيه باش ما يضركش في الكلاوي ديالك، وتشربيه وتبقاي على الاقل واحد الساعه عاد تفطري. والفطور ديالك ماشي تفطري ليا بالحوايج اللي خايبين. نساي شي حاجه سميتها الفرماج، نساي شي حاجه سميتها الحليب، نساي شي حاجه سميتها الزبده، خصوصا ديك الزبده النباتيه بعدي منها. الا لقيتي شي زبده بلديه نيت مرحبا، شي حسوه ديال البلبوله الشعير مرحبا، شي بيض بلدي مرحبا، بيض السمان كاع ما لقيتيش البيض البلدي مرحبا، طريفات ديال المطيشه، طريفات ديال الخيار، خبز ديال الشعير، اتاي حيدي من السكر. الا عندك شي عسل ديال الدغموس ديريه مع في الكاس اللي غادي تشربي فيه اتاي. ديما جيبوا كاس كبير حطوه حداكم باش تقدروا تخوي فيه اتاي سخون، وديري فيه روايز ديال معلقه صغيره ديال الدغموس وتحركيها مزيان حتى كيطلق، وديك الساعه تفطري بداك الكويس حتى هو احسن لك من السكر. اولا غير لما كنتيش باغا اتاي ديري الماء يطيب وخويه على النعناع وغطيه، خليه يطلق واحد 15 دقيقه ولا شي حاجه في ديك الوقيته اللي شربتي فيها نتيا داك الوصفه الطبيعيه. نجيو هذا فطور، وبعد يفطر واحد شويه وعطي الراحه للمعده ديالك والكرش ديالك والجسم ديالك يستافد من داك الاكل. ما تنساوش تشربوا الماء، ضروري من الماء، ضروري ما تشربي الماء، ولكن تشربيه بالقياس باش ما يجيكش عاوتاني تسمم المائي وتولي في شي كارثه اخرى. الله يحضر السلامه. الغدا، شوفي انت على حسب الامكانيات ديالك شنو باغا ديري في الغدا، ولكن يا اما مشوي، يا اما مبخر، يا اما مسلوق، يا اما طويجين، ماشي بالزيت ديال الروميه، زيت العيود، يا اما شي حاجه دي فوق المجمر، يعني شي حاجه تصهديها فوق المجمر هكا ولا الفران. اهم حاجه بعدي على اي حاجه مقليه، ديش عليه راني مجقله وعيني محلول مسدودين وكيتحلوها بزز. كنت في الحمام كنحس براسي راني مرخيه بزاف، كنحل عينيا بزز، كنحل عينيا بزز. اصبروا معي. كما قلت لك اهم حاجه بعدي على اي حاجه سميتها القليان، نساي شي حاجه سميتها القليان. دخلي الفران، شوي، طيبي في الطاجين، سلقي، بخري. شتي من داكشي اللي مسلوق ومبخر، ملي تسلقيه وتبخريه وما بغاش تاكليه هكاك، هزيه ديري فيه طويجين ولوحي عليه شويه العطريه وشي قطيره ديال الزيت العود وصوطيه مزيان وها هو عندك. اما شي حاجه مقليه نسايها عليك، حيديها عليك، غطلع لك الدهون الثلاثيه وداكشي، وغتخربق لك عاوتاني الهرمونات اللي انت جالسه تقادي فيهم. شي حاجه سميتها العصير نسايها عليك، الفواكه كلهم هكاك. شي حاجه سميتها الفرماج، جميع انواع الفرماج بعدي منه، جميع انواع الحليب بعدي منه. غتقولي لي الصويا حليب، حليب ديال اللوز، حليب ديال هادي، دوك الحليبات ديال اللوز وديال الصويا وديال هادي لما صاوبتيش في الدار على يديك وشفتي كيفاش داير، بعدي من هادوك ديال المحل اللي كيتباعوا. حيت ملي غتمشي تقري المكونات ديالو غتلقاي ضروري كاين السكر، كاين مواد حافظه، كاين هادي كاين هادي. الا صاوبتيه في الدار شربي شحال ما بغيتي، ما صاوبتيش في الدار سيري طريحي الله. وهداك الكالسيوم اللي كتقلبي عليه في الحليب والمنتجات ديال الحليب غادي تلقايه في الجنجلان. جيبي الجنجلان، مسحيه مزيان، نقيه مزيان، صهديه واحد شويه وديريه في شي قرعه وديري معاه شي ورقه ديال سيدنا موسى، شي طريف ديال الوراق ديال المنديل ديال المطبخ، هذاك الكاغيط، الرولو ديال الكاغيط اللي كنشريو ديال المطبخ، شي طريف منو ديريه في النص في التحت ديال القريعه، خوي الجنجلان، خشي ورقه سيدنا موسى راه غيبقى لك مزيان. كل مره هزي معلقه كوليها، معلقه واحده ديال الجنجلان احسن لك من هاد الحليب وهادشي كامل غيخربق لك هرموناتك. حاولتي تبعدي يا اختي على الدجاج الرومي، احسن حاجه خدي لك الدجاج البلدي، واخا تجيبي دجاجه قسميها على قبلك انت خصميها حتى على 10 المرات حتى واحد ما يحبسك. هادي ديالتي، قلبي على بيبي البلدي، قلبي على هذاك البيض البلدي، قلبي على البيض ديال السمان، قلبي على شي حاجه بحال هكا بلديه. اللحم، خدي اللحم ديال الجمل، خدي اللحم ديال الغنمي، خدي اللحم ديال الماعز، بعدي على اللحم ديال البقر حتى هو فيه الهرمونات، لا هو الدجاج الرومي. اي حاجه غادي بحثي عليها، اي حاجه بعتي عليها قبل ما تدخلها للجسم ديالك
باش منين تبداي هاد الحرب ديالك، حيت هادي حرب وما خاصكش تستسلمي فيها، حيت تكييف المبيض راه ماشي غير الدوره الشهريه، راه مشاكل بزاف. الله ينجيكم من هداكشي المشاكل ديالو. فبداي ما حدك باقا صغيره وحيدي عليك هادشي، وان شاء الله ربي يجيب التيسير وتقاد الدوره الشهريه والامور كلها تكون بخير وعلى خير، وكل شيء يدوز في خير وسلام. الله يجيب لكم الشفاء والله ينزل لكم العفو، وقبلوا عليا راه اختكم عيانه مساليه. غير بغيت نشرح لهاد البنت مزيان باش تسمع، وحتى البنات الاخرين يستافدوا معها ان شاء الله. تهلاو في راسكم ونشوفكم في ساعه الخير ان شاء الله. جمعه مباركه.